تعال اقول لك تاكل وتحلي فين في اسوان وب 100 جنيه بس. وده مش مطعم، دي عربيه اكل بسيطه وراها ست اسوانيه قررت تطبخ بايديها وبنفس البيت. والنهارده احنا عند بايت حلو وحادق هبه زهران. فالفيديو ده محتاج يتبعت لناس كتير، وكمان ما تنساش اللايك بتاعك والمتابعه، وكمل معايا للنهايه. هتلاقيها واقفه بشغلها الجميل ده في نادي المهندسين على كورنيش اسوان. واول حاجه شدتني عرض البرجر والوافل عندها. وانت متخيل ان كل ده ب 100 جنيه بس؟ يعني هتاكل وتحلي. بدات بالبرجر والعيش طري واللحمه متبله كويس والصوصات متغرقه فيه، انا اتبهدلت في الصوصات. وكمان الوافل الميكس طعمه جميل جدا وحاجه تخدم بيها الاكل وانت راضي ومبسوط. بعدها دخلت على الحواوشي. احنا بنقدم حواوشي فراخ وحواوشي لحمه معاه بطاطس وطماطم. العيش مقرمش من بره والحشو فيهم مليان، واللي عجبني اكتر بقى حواوشي اللحمه برضه دسم وطعمه جديد ومختلف بالنسبه لي. دي عباره عن سندوتشات ستريبس وبانيه. بانيه بيبقى معاه خس كابوتشا صوص كاتشب وصوص جبنه. الستريبس بيبقى معاه مايونيز وكاتشب وخس كابوتشا. تتبيلتهم حلوه ومعموله في البيت والتسويه بتاعتهم نظيفه. دي مش اول مره اجرب البانيه عندها، بس بصراحه بحبها جدا هنا. فلو اتمشيت في كورنيش اسوان عدى على عربيه هبه زهران ودعمها ودوق اكلها وبس كده.